تتويج المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم لعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي، أقل من 20 سنة هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي ليوضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به ودفع المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب كرة طويلة. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. تتويج مستحق. محمد قدم مباراة كبيرة خاصة من الناحية التكتيكية، وشفنا اللاعبين كانوا في أماكنهم. نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي يلعب بها المنتخب المغربي. يلعب كرة نظيفة، يعرف كيفاش يخرج بالكرة. نعم. طريقة اللعب شتو كيفاش، خاصة الكرات العمودية. شوف روماركي كيفاش الأهداف كيفاش تسجلوا. كرة القدم نظيفة نعم. كاش ماهوش فريق اندفاع بدني ولا يلعب كرة نظيفة صح. كونتر اتاك ولا ديماراج ديريكت اللي يلعبوا باس ولا كذا، يخرج لاطاكو وحده يماركي. نو بصح كيفاش تماركي البرومي بيت؟ لهذا شغل تزعف شويه ديق لك، باسكو مباراه باش يدخلوا بها للتاريخ. المنتخب المغربي مسيرة حافلة وألقاب كثيرة. اليوم هناك فرق واضح في المستوى. بطل القارة الإفريقية دهس كل الأندية التي واجهها. هناك فرق في، وإنما لعب حسب إمكانياته ولعب بذكاء لاعبيه وبخبرة مدربه. شيء مؤسف أي نعم، لكن الصور هي التي تتحدث عن نفسها. لذلك علينا أن نركز في حديثنا على هذا الفوز ولا هذه الفرحة ولا هذا العرس، ولا نتوقف عند السلبيات التي قد يريد يعني المنافس أن يقودنا لإخراجنا من قوقعة الفوز والانتصار والفرحة. المدرب اللي دار لهم، المدرب دار لهم تلمو موتيفاهم قبيله. انا على حسب واش فهمت بالعربيه سي تاكتيك تكنيك هذيك موتيفاهم بلوك. كما موتيفاهمش بلوك الزوار هذا اللي قاسوا الكارديان بالجول الاخر كان ما يرميش روحه هكذاك، يرمي رجله ولا سيفيت يشرب. مي تالمو موتيفاهم رايحين ما تقطع راسو يروح خلاص شغلهم بوبيناهم راحوا. دونك لي سيبورتور سي اون بون شوز. ولكن تو سا سور لو بلان تاكتيكمون تكلمنا عليها رونار لا في سكيل بونسي اتر بيان طو ميو بور لوي. ولكن هنا وين على حساب رايي انا هنا شكون اللي غلط شويه هنا في الارجنتين؟ هنا المدرب تاع الارجنتين اللي حيرني شويه. حابين يرجعوا الجميل للمدرب تاعهم. لا مانيير اللي كان يتكلم بها التحفيز قال لك جاونا دموع شغل بكانه. يافي اون تري فورت ايموسيون ميدو في لو ديسكور دو موتيفاسيون اللي داروا قبل المباراه. شوف يقول لك يعني هاو مدرب معنا هنا ويعرف هذا الشيء. يقول لك لا دوزيام ميتون سي بور لي زونترينور اي اون لا فيريفي اوجوردي. شفنا الشوط الاول بين الارجنتين شفنا كانت سيطره شبه مطلقه للارجنتين. داير سجلوا جوج هدفين نحاهم الفار. لكن في الشوط الثاني غير الاستراتيجي تاعو، وهذيك الاستراتيجي جابت ثمارها لانه شاف درس نقاط الضعف تاع الارجنتين في الشوط الاول ميدو. شوف الهدف الاول الهدف الثاني نظن رايح يخرج بارمي توب 5 تاع لي بيور بي دو لا كوب دي مون. كيفاش تلاعب بالدفاع تاع الارجنتيني تقوشي راهو يلعب مع اون ايكيب دو دوزيام ديفيزيون. كيفاش لو كونترول لونشينمون لا فيكساسيون et l'enroulement de la balle. Ça c'est un but très technique. لكن هذا ما ينقص كما تفضلت وقلت من قيمة الأرجنتين لأنها مباراة أولى. أنا شفنا في 90 الأرجنتين في المباراة الأولى أمام الكاميرون عندما انهزم بهدف مقابل 0 بهدف رائع تاع أومامبيك بالدماغ. إلى حد الآن مازال يتيديو فيه كيفاش ماركاه أومامبيك. سي فو فو رابلي لا تيت تاع اومامبيك جات مارش اريير وضربها له في الارض. بصح تماك الارجنتين الا تيري لو لوسون دو سيت ديفات ومن بعد راحت ربحت اليو ار اس اس ليكس يو ار اس اس 2-0 ودارت النول مع لا روماني وجازت الدوزيام تور.
ومن بعد دوزيام تور ربحت البرازيل. المنتخب الارجنتيني في مشاركاته في كاس العالم نعم. يحب الصعوبات، ما يحبش يتاهل بسهوله في كل مره. حتى في 2018 رشيد عباد المنتخب الارجنتيني نعم. تعادل في المباراه الاولى في المباراه الاولى. المنتخب المغربي ينتصر على المنتخب الارجنتيني بالنتيجه والاداء، وينتصر على الحكم بمساهمه القجع. القجع داير كل شيء، القجع شرع المقامه، شرع هذه، قال الجمهور خرجوا خليوني نكمل هاد 3 دقائق نصفي معاهم. عيط للحكام، الحكام عيطوا للقجع قالوا له راه تسلل اخري دار شرك يا زرير روحك، زير روحوا منا وقال لك تسلل. المهم القجع داير كل شيء، برافو القجع، نستعرب بك القجع، راك خدام بلادك. هذه هي كرة القدم. منتخب عالمي، علاش؟ لانهم لعابه عالميين مركزين، الناس تخدم، وواحد حاضيهم في لاباجات وتلفت لهم في الاولى قالوا النتيجه دودو، الناس مشاو يكتبوا الصحافه تزيكو عندنا مشاو يكتبوا فرحانين، هي انقلبت الايه وهما ولاو يدبروا لها الاسباب، قال لك لا ومنا والحاول هذاك الهدف مشكوك في امره ونورمالمون ماشي تسلل. شوف اخوتي كيفاش داير الدعوه، ودي راني نقول لكم انا نقسم لكم بالله يا صحابه زيكو الا غادي تموتوا بالقنطار. المغرب في العالميه يدير حاله، في العالميه يدير حاله، بصح من يجي يلعب مع كريل مع جزائر افريقيا ما عرف كسرالو، كريل مع يتلف له، بصح في العالميه هو الاول. ونقتلكم بالفقع يا صحافه زيكو، هاوجيها وجهكم ان شاء الله باذن الله. المهم صحافه زيكو اليوم ما نعرف كاع اللي كيفاش غادي تباتوا. الحكم زاد 15 دقيقه، هذاك الحكم ما فهمتش انا كاع كي صرات 15 دقيقه ما فين شافها غير هو، تا واحد ما شافها. عجبوني المنتخب المغربي مركز، لانه فعلا حقره سرقوا لنا حقنا في الجزائر. وهو ما قاله المدرب الوطني في الندوه الصحفيه يشبه كثيرا يعني الواقع تاع الحقره. قال المدرب لم يحترم الجزائر، الحكم قصبة لم يحترم الجزائر، وهذه حقيقة. عدم احترام البلد للجزائر يعني حاجة كبيرة. تعطيك صورة واضحة على أن الجزائر كرويا في الهيئات القارية الدولية لم تعد تزن شيئا، وهذه حقيقة مرة. ولو ما استوعبناش الدرس وما استخرجناش الدرس من قضية قاسامة وبقينا نتصارعوا فيما بيناتنا إذا متابعينا الكرام، صدمة الإعلام الجزائري والتونسي بعد التتويج التاريخي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بكأس العالم للشباب، لأقل من 20 سنة لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، وكذلك بعد سنوات من يعني غياب هذه الكأس في القارة السمراء، القارة الإفريقية. صراحة المنتخب المغربي بات حديث العالم نظرا لاعبين اللي كيتواجهوا في المنتخب المغربي اللي صراحة اندهشوا منهم الإعلام العالمي وكذلك الإعلام العربي، خصوصا الإعلام الجزائري اللي ما كتصرش ليه لأن الكرة المغربية وصلت أخيرا للعالم. صراحة المنتخب الوطني المغربي يستاهل التتويج نظرا يعني بعد فوزها على منتخبات عالمية كالبرازيل وإسبانيا وأمريكا وفرنسا، وها نحن الآن يعني نتوج والحمد لله بكأس العالم لأقل من 20 سنة. إذا متابعينا الكرام بغيتكم كاملين ترضوا على الإعلام الجزائري اسفل الفيديو، وبغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو كنت 10 لايك باش توصلوا هذا الفيديو، شوفوا الإعلام العربي والإعلام العالمي.